اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الاقتراح ديال اليوم كما كتشوفوا غادا نقترح عليكم هاد الميني باغيط هادو اولا هاد المسمنات هادو على شكل رولي. كيجيو زوينين وكيجيو مقرمشين وكيجيو معلكين من الداخل، واهم حاجه انهم اقتصاديين بحشوه جد اقتصاديه. كيف ما كتشوفوا شوفوا المسمنات ديالي اولا الباكيطات ديالي كيفاش كيجيو زوينين وكيجيو مقرمشين. هانتوما كيف ما غتسمعوا في هذا المقطع هذا القرمشه ديالهم البنات كيجيو تحلفوا عليهم تتقولوا مخدومين بالورقه ديال البسطيله، وهما غنخدموهم غير بالعجينه ديال المسمن بطريقه جد مبسطه وجد سهله. وممكن اي وحده تجرب هاد المسمنات هادو اولا هاد الميني باكيت هادو بالعجينه ديال المسمن. كيجيو رائعين البنات، كيجيو زوينين وكيجيو هشاش ومعلكين. وشوفوا الطريقه كيفاش كتجي فيهم هكا من الداخل. كيجيو من اروع الانواع ديال المملحات اللي ممكن تحضروهم. هنايا غندوزو للعجينه. خديت 2 سلايف ديال الفرينه، خديت شويه ديال الزيت، الملحه، واحد الخماره ديال الحلوى، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده. صافي غادا ندوز نعجن. بالنسبه للزيت خديت 2 معالق كبار حتى ل3 ديال الزيت، هي باش كيجيبوا لينا دوك العجينه هكا طريه. صافي غادا ندوز نعجنها هنايا بالماء دافي. الا بغيتو ديروها في العجانه ممكن، انا عجنتها هكا بيديا لان هاد العجينه هادي ما غادي ندلكوها، ما غديروش مجهود، غير تخلطوها وديروها في الميكا وتخليوها تدلك في الميكا. انا ديما كنشارك معكم هكا العجينه ديال الميكا راها كتجي ناجحه على العجينه ديال العجانه. كما كتشوفوا هنا من بعد ما خلطتها دهنتها هنا بشويه ديال الزيت، وغادا نديرها في هاد البلاستيكه هادي وغادا نسد عليها وغادا نخليها حتى تطلق راسها على خاطرها. قد ما خليتوا هاد العجينه هادي قد ما كيجيوكم المورقات ديالكم ناجحين. خديت هنايا واحد البصله مشلضه، 2 ديال الجزرات محكوكين، واحد القريعه خضراء حتى هي محكوكه. بالنسبه للتوابل درت الملحه، البزار، شويه سكينجبير، وشويه ديال العطريه ديال الكفته. خديت واحد المعلقه كبيره هكا ديال الطربيع اللي مطحون بالزيت البلديه، وخديت هنايا حساب واحد الريس ديال الثومه، ودرت الزيت من طبيعه الحال. وغادا نديرهم يتشحروا ليا هكا فوق البوطه مزيان حتى يتشحروا مزيان، عاد باش غادا نزيدهم هكا الكفته. هاد الحشوه هادي اقتصاديه ولكن راها كتجي لذيذه البنات. هنا خديت شويه ديال الكفته، نتوما كما كتشوفوا راه خديت غير شويه، يعني غير باش نبننوا هاد الحشوه هادي راه ممكن ديروها بلا كفته. درت هنايا واحد المعلقه ديال المعدنوس مقطع رقيق، وزدت هنايا الحاره اللي اختياريه، يعني الصلصه ديال الحاره يعني اختياريه، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. انا عندي هاد الصلصه هادي ما كتكونش حاره بزاف. هنا من بعد ما كملت الحشوه ديالي وخليتها تبرد، رجعت للعجينه. كيف ما كتشوفوا كتولي البنات بحال لاستيك، كتولي هكا كتحكموا فيها كيف ما بغيتو تخدموا بها اي مورقه بغيتو. غادا ندوز هنايا نحضر هكا كويرات. بعد ما درت كويرات غطيتهم بواحد البلاستيك وخليتهم هكا باش يطلقوا راسهم دغيا. رجعت للحشوه ديالي، جد درت فيها 2 المعالق كبار ديال اي جبن عندكم. انا درت الجبن الموتزاريلا، نتوما ديروا اي نوع ديال الجبن عندكم. الا ما عندكمش ماشي ممكن ديروه، انا فقط كنشارك معكم داكشي اللي كندير، ماشي بالضروره انكم ديروا داكشي اللي درت انا. راه تقدروا ديروا غير ديك الخضيره وراه كتجي لذيذه وكتجي معلكه. هنايا دزت العجينه ديالي من بعد ما طلقات، غادا ندوز هنايا نورقها. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي طالقه الخيط وكتطلق معكم هكا بسهوله. غنشكلوهم على شكل رغيفات او على شكل مسمنات في الاول هكا باش كتجينا فيهم ديك الطريقه هكا بحال مخدومين بالورقه البسطيله. نعاود ندير هكا نورق عاوتاني واحده اخرى. كما كتشوفوا راه الطريقه سهله، وانا ماشي اول مره غادا ندير معكم هاد المسمن هذا. راه عندي بزاف ديال الفيديوهات هكا ديال الطريقه ديال المسمن، كل مره كنحضروا معكم هكا بطريقه اولا بشكل. اما بالنسبه للحشوه راه ممكن ديروا اي حشوه بغيتوها البنات،
ماشي بالضروره ديروا الخضره، انا كندير هكا الخضره باش هكا توليداتي يستافدوا ليا هكا من الخضر. هنايا من بعد ما طلقت العجينه كامله، يعني شكلتها هكا على شكل مسيمنات، رجعت ليها غادا نطلقها هكا غير شويه البنات، ماشي تطلقوها بزاف حتى تورقوها حتى يولي يبان لكم سطح العمل، لا غير تورقوها شويه صافي. ونديروا فيها الحشوه كيف ما كتشوفوا. غنديروا الحشوه ونديروا هكا واحد شويه ديال الجبن، انا فضلت ندير هكا شويه ديال الجبن هكا من الفوق. لكم الاختيار، بغيتو تزيدوه زيدوه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش البنات. راه حنا درنا دوك 2 معالق في الاول. هاد الميني باغيط هادو اولا هاد المسيمنات هادو كينفعوكم حتى بالنسبه اللي عندها الوليدات وهكا كتوجد لهم لانش بوكس وكتحير شنو غدير الوليدات كل نهار. هادو اختي الحبيبه راهم كينفعوك بزاف بالنسبه للوليدات، وكينفعونا حتى حنا هكا الا كنا صايمين اولا بغينا نديرو بهم الكوتي اولا نديروهم هكا العشاء، ولا نتوما ديروهم داكشي اللي بغيتوه واللي كتفضلوه. انا فقط شاركت معكم اخواتاتي الطريقه، ولكن راهم كيجيو لذاذين وكتجي ديك الحشوه معلكه فيهم من الداخل. هانتوما كما كتشوفوا كنديروا هكا شويه ديال الحشوه، كنديروا شويه ديال الجبن هكا من الفوق صافي، وكنروليوهم هكا بسهوله. غير ما تزيروش يديكم بزاف ملي تكونوا كتجمعوهم، ما تزيروش يديكم بزاف باش تجيكم فيهم ديك الطريقه. صافي غادا نديرهم هنايا في الطاوه. من بعد ما كملتهم خديت هنايا واحد صفر بيضه، زدت عليه شويه ديال الخل صافي، وغادا ندهن ليهم الوجه ديالهم هكا باش يجي فيهم ديك التحميره هكا من الفوق. غندهن ليهم هكا الوجه ديالهم مزيان، ونرش عليهم هكا البوافو من الفوق. انا واحد الطاوه رشيت عليها البوافو، وواحد الطاوه رشيت عليها شويه ديال الزنجلان هكا بيض. نتوما كما كتشوفوا غنرشوا عليهم هكا البوافو. هادو ديال البوافو كيجي المنظر ديالهم زوين وكيجيو جميلين من الفوق. الوجه ديالهم تيجي زويون هكا بداك التزيين ديال البوافو. صافي غندخلهم للفران البنات على درجه حراره الفران مشعول من الفوق ومن التحت وسخون من قبل. هنايا راني جرحتهم هكا بواحد الشفره كما قلت لكم. دخلتهم للفران على درجه حراره 180، مشعول عليهم الفران من الفوق ومن التحت، غير يتشمعوا من الفوق نطفيو عليهم من الفوق ونخليو الفران مشعول عليهم غير من التحت حتى كيطيبوا لينا من التحت، عاد كنشعلوا عليهم هكا من الفوق باش يتحمروا لينا. كما كتشوفوا خرجت الطاوه الاولانيه، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو البنات. اش غنقول لكم، راه كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو زوينين بزاف، وكيجيو اهم حاجه انهم اقتصاديين وكيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين، وحتى الوليدات كيحماقوا عليهم. هنايا الطاوه الثانيه اللي خرجت. ايوا هنايا اخواتاتي الشكل النهائي ديال المملحه اولا ديال المسيمنات ديالي. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو. سمعوا القرماشه البنات، راه اهم حاجه هي ديك القرماشه. ملي كتكونوا كتاكلوا فيهم كتسمعوا ديك التقرميشه كتجي رائعه. اما الحشوه راه ما نقول لكمش البنات، خاصكم تجربوها باش تعرفوني على اش كنهضر. هنايا راه قسمت معكم 2 ديال الوحيدات هكا باش تشوفوهم كيفاش جاو. ايوا اختي الحبيبه الا وصلتي حتى لهنا ما تبخليش على اختك بواحد اللايك وواحد الكومونتير، وديري لاختك البصيمه. الله يبصم حياتك بالفرحه والسعاده. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.